أحد نجوم هذا الدوري، أحد نجوم الكرة السعودية، الكابتن ياسر القحطاني، نتعرف عليه أكثر وعلاقته مع الإنترنت من خلال هذا التقرير. هو تويتر هو عبارة عن مدونة شخصية، ولكنها ظاهرة للكل يعني زي المذكرة اليوميات أو المذكرات اللي يكتبها الشخص، ولكن الأجندة اللي يكتبها الشخص، ولكنها ظاهرة على الملأ. أنا بالنسبة لي يمكن أكون من ضمن المقصرين صراحة في علاقتي بتويتر. أنا عندي أملك حساب الرسمي اللي بالنسبة لي فيه أكثر من حساب منتحل أو مزيف، ولكن عندي الحساب الرسمي تقريبا الأغلبية عارفينه. وللأمانة أنا مقصر للأمانة في التواصل مع الجمهور من خلال تويتر، ولكن لأني من النوع اللي متى ما كان عندي حاجة أبي أقولها أكتبها. أنا والله في اللي أتابعهم صراحة قليل، يعني لأنه اللي أشوف أنا أنه أتتبع أخبارهم، يعني أو أني أبحث عن أخبارهم، غير أنه صعب أني أفتح المجال لكل أحد أني أتتبع. ما يعني أنت عارف يعني الأحباب والأصدقاء يعني كثر. مغرد أنت تتابعه ولا تمل منه، يعني ما جاء يوم ندمت أنك سويت له فولو؟ الميديا، حساب الميديا لموقع القناص. طيب مغرد آخر تقول له أغلق حسابك؟ ما في صراحة. لو أنا ما تتبعتهم، يعني لو أنا ما تتبعتهم إلا لأني أهتم لأمرهم. الشيخ سلمان العودة والشيخ أيضا القرني، يعني بما أني أتابعهم أيضا، يعني أكثر من تغريدة يعني معينة هم يذكرونها، والله يعطيهم ألف عافية ويجزاهم خير. طيب شيء في الرياضة السعودية تعمل له ريتويت؟ في الرياضة السعودية أعمل له ريتويت؟ والله صراحة ما شفت أي شيء يستاهل إني أعمل له ريتويت. نعم أتابع من يشاء ويتابعني من يشاء، يعني مو معناته إنه أنا لما ما أتابع سامي إني أنا ماني مهتم لأمره، لا بالعكس. كلمة أخيرة للبرنامج سبورت نت أو سبورت دوت نت ولقناة الدوري والكاس. الله يعطيكم ألف عافية وتسلم. همزة بيلعب الكرة عرضية في مكان، الله يا رباه يا ياسر، القوس قوسك والسهام سهامك.